طيب تعال نجرب توبولوجي تانية، وتعال نجرب بروجكت تاني او شبكة تانية، بس المرة دي نعملها وايرلس. هنعملها بالدبليو لان اللي احنا اخدناها. نستخدم معانا الراوتر الوايرلس، وده بالمناسبة في البرنامج هو شبيه الراوتر اللي في البيت عندنا. فلو جينا جربنا مثلا نعمل شبكة دلوقتي، هنختار الأول من حتة الراوتر دي، هنختار وايرلس ديفايسز، وبعد كده هنختار هوم راوتر، هو ده، ونحطه هنا. وبعد كده هنجيب جهازين كمبيوتر أو موبايل أو أيا كان. فتعالى مثلا نجيب لابتوب، وتعالى نشدها دي كده شوية، هنجيب كمان سمارت فون، الموبايل العادي. عايزين بقى نخش جوه الراوتر الوايرلس ده، نعمل فيه كونفيجريشن، نعمل شبكة ونديها اسم ونديها باسورد، وكمان نخش على اللابتوب والموبايل ونربط الشبكة دي زي الراوتر اللي عندنا في البيت بالظبط. هنعملها ازاي؟ هندوس دوسة طويلة كده على الراوتر، هيفتح معانا بالصفحة دي. هنختار الجي يو اي، هتفتح لنا الصفحة بتاعت الراوتر. بالمناسبة دي نفس الصفحة الشبيهة للصفحة بتاعت الراوتر بتاعك اللي في البيت، هتلاقيها برضو نفس الكونفيجريشن ده كده، او نفس التفاصيل دي، ولكن في اختلاف في الالوان، في اختلاف في تنسيق الحاجات، حاجات بسيطة يعني، بس نفس الموضوع. فاهمني؟ انزل تحت عند نتورك سيت اب، بص شايف مكتوب ايه؟ راوتر اي بي. انا عايز ادي الراوتر ده اي بي، هديه مثلا اللي هو مثلا هديه 1 عشان يبقى زيه زي الراوتر اللي عندنا في البيت العادي. وبعد كده بيقول لي عايز تشغل على الراوتر الوايرلس ده، عايز تشغل عليه دي اتش سي بي عشان يوزع اي بي كونفيجريشن بشكل تلقائي. فانا هقول له اه، فهعمل اتاكد ان هي معموله على شكل انيبل. وبيقول لي انت عايز تبدا منين؟ ستارت اي بي ادرس، عايز تبدا منين؟ فانا عايز اقول له هبدا من 192.168 مثلا 150 مثلا. وهنا بيقول لي اكبر عدد للموظفين او اليوزرز هيبقى كام موظف او كام يوزر، فمثلا هقول له 20 مثلا، وانزل تحت اتاكد ان انا عامل سيف للسيتنجز، واطلع فوق تاني هتلاقي كل حاجه اتغيرت زي ما انت شايف كده. الماكسيمم نمبر اوف يوزرز انا خليته 20، فهو على طول قال لك الرينج هيبدا من اول 150 لحد 169، لاني قايل له ابدا من اول 150. وبرده السبنت ماسك لو انت عايز تغيره براحتك. بعد كده هنيجي عند التابه بتاعه الوايرلس، ندوس عليها دوسه صغيره، وهنا بنعمل فيه الاعدادات او الكونفيجريشن بتاعه الشبكه بتاعتنا الوايرلس. فانا عندي كذا نوع. اول حاجه بس عشان تبقى فاهم وبشكل عام، شبكات الوايرلس اللي 2.4 جيجا هرتز دي بتبقى ابطا، ولكن المساحه اللي الراوتر يقدر يغطي فيها الاجهزه بتاعت اللابتوب او الكمبيوتر او البرينتر او الموبايل او ايا كان بتبقى مساحه اكبر. ال5 جيجا هرتز دي بتبقى مساحه اصغر ولكنها اسرع في السبيد. هنيجي هنا في الاس اس اي دي، ودي الحته اللي بكتب فيها الاسم بتاع شبكه الوايرلس بتاعتي، فانا هسميها مثلا اتعلمها. وهنا الحته بتاعت الاس اس اي دي برودكاست، هنا بيقول لي انت عايز الشبكه بتاعتك تبقى مخفيه ولا تبقى ظاهره لكل الناس، على حسب. لو انت عايز تخليها مخفيه وانت تكتب اسم الشبكه بتاعتك براحتك. عارف عامله زي ايه؟ يعني لو خليتها ديسيبل هنا كده، عارف عامله زي ايه؟ لما اجي كده في الحته بتاعت الواي فاي واجي ابحث عن الواي فاي، بيجي لي الحته بتاعت اد نتورك، لو دوست عليها بكتب انا اسم الشبكه وبكتب الباسورد بتاعها. اما لو خليتها انيبل هتبقى ظاهره عادي قدام الناس، واي حد يقدر يخش عليها، وطبعا يكتب الباسورد علشان يعرف يخش ويأكسس عليها. ثم بعد كده هقف عند التابه بتاعت وايرلس سكيورتي، وهعمل انكريبشن للشبكه بتاعتي. فانا هختار الويبا 2 بيرسونال، ده نوع من انواع الانكريبشن للشبكه بتاعتي. وهنا بيقول لي انت عايز تحط باسورد ايه، فانا هقول له مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 اي حاجه مثلا. ما تنساش تعمل سيف للسيتنجز طبعا. كده انا خلاص ظبطت كل الكونفيجريشن بتاع الراوتر الوايرلس بتاعي. فاضل بقى اروح على اللابتوب وعلى الموبايل وعلى كل الاجهزه اللي عندي واخليهم يلقطوا من الشبكه الوايرلس اللي انا عملتها دلوقتي حالا دي. هفتح اللابتوب هنا، طبعا البرنامج حاطط في اللابتوب كارت شبكه ايثرنت بس، مش حاطط الواي فاي. فانا هعمل ايه؟ هقفل الكهرباء الاول بتاعت اللابتوب من الزرار الصغير ده كده، كده الكهرباء قفلت. بقوم شايل ده حاطه في الحته البعيده دي خالص. القائمه دي اسمها قائمه الويك، او قائمه الحاجات الزياده اللي انت محتاج تحطها في اللابتوب او الجهاز بتاعك. فانا هختار ده كارت شبكه وايرلس، فهاخده كده هشده واقوم حاطه فين؟ في المكان ده. وبعد كده اقوم فاتح اللابتوب من الزرار ده برضه. هاجي بعد كده بقى عند قائمه او عند التابه بتاعت الكونفيج، وهختار وايرلس. هكتب بقى في خانه الاس اس اي دي، هكتب الشبكه بتاعتي اللي انا لسه عاملها حالا، زي ما بتعمل عندك على الكمبيوتر بتاعك العادي خالص لما بتيجي تربط بشبكه وايرلس. تكتب الاسم بتاعها تعلمها، وبعد كده بنختار الويبا 2 اللي احنا اخترناها في الراوتر بتاع الوايرلس، ونكتب باسورد اللي هو كان من 1 ل 8.
وبكده زي ما انت شفت هتلاقي ان اللابتوب على طول ربط وعمل الشروط الكتير قوي دي. ده معناه ان اللابتوب خلاص رابط على الشبكه ورابط على الراوتر بتاعنا. نعمل نفس الكلام على الموبايل برضو، هنختار من الكونفيج وبعد كده وايرلس، ثم بعد كده نكتب اسم الشبكه، بعد كده اختار الاوثنتيكيشن الويب 2 عشان اكتب الباسورد بتاع الشبكه 1 2 4 5 6 7 8. واستنى شويه بص اللي هيحصل. على طول الموبايل ربط مع الشبكه بتاعه الراوتر الوايرلس بتاعي. بس هو ده الموضوع. طب الراوتر ده انا ممكن اعمل فيه اكتر من شبكه؟ طبعا. لو فتحنا الراوتر تاني اخترنا برضو الجي يو اي هتفتح لنا نفس الصفحه دي. لو جيت من الحته بتاعت الوايرلس ممكن تحط اكتر من شبكه. ممكن تحط مثلا شبكه 2 و4 جيجا هرتز، ممكن تحط شبكه 5 جيجا هرتز. تعالى نعمل يا عم واحده تانية. تعالى نعمل مثلا دي، خليها اتعلمها 2 مثلا. طبعا ما انساش اسيب. الاقي ان اتعلمها 2 اللي انا عملتها 5 جيجا هرتز رقم كام؟ رقم 2. افتح بعد كده الوايرلس سكيورتي واقف عند 5 جيجا هرتز دي رقم 2 واعمل لها انيبل وبي اي تو بيرسونال ده الانكريبشن، واكتب باسورد 987 654 32 مثلا. وما انساش سيف للسيتنجز. ممكن اجيب كمان لابتوب تاني احطه مثلا هنا واربطه بالشبكه اللي هي تعلمها 2 او تعلمها 2. اعملها ازاي برضو؟ افتح اللابتوب واقفل الكهرباء بتاعته واقوم شايل كارت الشبكه ده واحط ده اللي بيدعم الواي فاي واقوم فاتح اللابتوب تاني. اجيب بقى الوايرلس وبعد كده اكتب اسم الشبكه اللي هو هيبقى اتعلمها 2 او 2 واختار بعد كده اكتب باسورد 987 654 32 وشكرا. ربطت معايا كده. انا قدرت باستخدام الراوتر الوايرلس اللي موجود معايا اعمل شبكتين، شبكه اسمها اتعلمها ربطت بيها اللابتوب ده وربطت بيها الموبايل ده، وشبكه تانية اسمها اتعلمها 2 ربطت بيها اللابتوب ده.